لو وقفت قدام النبي دقيقة واحدة تقول له ايه؟ والهدية اللي هتقدمها له ايه؟ هقول له انا بحبك اكتر من نفسي. وهديتك اللي هتقدمها له؟ حجاب. اقول له مشتاقه لك قوي. طب وهتقدمي له هدية؟ سامحني. الله يكرمك يا رب ويبارك فيك يا رب. هديه انا مهما عملت عمري ما هقدر اوفي اي حاجه. مش هقدر اتكلم. جميل، إجابة حلوة مش هقدر جدا. اتكلم ان الواحد يعني حصل كتير. اول حاجه فكرت فيها حسيت اني عايزه اقول له انا اسف. الهدية ايه؟ نفسي احفظ القران ان شاء الله. لو اقف قدام النبي لمدة دقيقة واحدة هتقول له ايه؟ مش هملك نفسي من البكاء والله. منتقبه بقالي اسبوع بالظبط. ما شاء الله، ربنا يثبتك يا رب. عايزه اقول لك بسبب كلمه واحده اتقالت لي. نعم. بسبب ان هم قالوا لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من تمسك بسنتي حشر معي. قول له همشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على نهج النبي عليه الصلاه والسلام. الله يكرمك ويبارك فيك. ده انت كده قلت له وقدمت الهدية خلاص. لما اقف قدامه هكون مكسوفه مني. هو ده المطلوب والله. هكون مكسوفه لان طب انا هتقدمي له هدية ايه؟ هتقدمي له هدية ايه؟ يعني ميلادي. مش هقول لحضرتك ان انا ممكن اقدم له روحي لان دي حاجه تبقى قليله. هقول له ان انا بحبه في الله، وهتقدم هدية ايه؟ واقدم له ان شاء الله انا بحفظ القران، وان شاء الله اول ما اخلص ان شاء الله حفظ القران ايوه هحفظ ان شاء الله القران. الله يكرمك. ما هو النبي قال كده خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير من يمشي على قدمه. هقول له ان انا يعني بقالي انا عندي 19 سنه. نعم. بقالي 5 سنين ما بفوتش صلاه الفجر انا واخويا. اقول يا سيد الابرار حبك في دمي نهر على ارض الصبابه جاري. يا من تركت لنا المحجه نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري سحب من الايمان تنعش ارضنا بالغيث حين تخلف الامطار. لك يا نبي الله في اعماقنا قمم من الاجلال والاكبار. ربنا يبارك فيك. عهد علينا ان نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن مماري. علمتنا معنى الوفاء لربنا والصبر عند تزاحم الاخطار. صفوة الباري وخيرته. احنا نفسنا ان يبقى حالنا يصر النبي، ان النبي لو شافنا يصر النبي عليه الصلاه والسلام لرؤيتنا، يقول هم دول امتي، هم دول شباب المسلمين بجد، هم دول ابناء الصحابه، هم دول ولادي صلى الله عليه وسلم، هم دول اخواني.